جالي تعليق جميل جدا من أبانود. بيقول فيه ممكن تجيبي لي من القرآن إن الله ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى المال. التعليق ده لمس قلبي جدا وحسيت إنه هيفتح باب لأهم المواضيع اللي بنعاني منها في زماننا ده. الزمن اللي كله مظاهر، الزمن اللي بقينا بنقيس فيه قيمة البني آدم براكب عربية إيه، بيقبض كام، معاه ايفون كام، بيلبس براند ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة. والنهاردة انا مش بس حابة ان انا اجاوب على السؤال ده انا جاية اقول لكم اننا عايشين في خدعة كبيرة جدا. جاية اقول لكم ان المقاييس عند ربنا سبحانه وتعالى تختلف 180 درجة عن مقاييس البشر. في الفيديو ده اللي انا عايزة كل واحد فيكم يقعد كده ويجيب كوباية الشاي ويركز معايا في كل كلمة، عشان هنغوص مع بعض في آيات القرآن الكريم، وهنشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى نسف مقياس الفلوس والمظاهر وحط مكانه مقياس واحد بس، مقياس القلب السليم. لو انت حاسس ان انت مضغوط من المجتمع، حاسس ان قيمتك بتقل عشان ظروفك المادية مش احسن حاجة، الفيديو ده معمول مخصوص ليك. كمل معايا للآخر. خلونا الأول نتفق على حاجة. الجملة اللي أبانوب قالها باللفظ ده موجود في حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت نكتب في التعليقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واللي مش مشترك في القناة يا ريت يعمل سبسكرايب ويشترك، ولايكات كتير وكومنتات كتير عشان أنا بحبكم أوي. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الحديث ده لوحده قاعدة ذهبية. ربنا مش هيبص على حسابك في البنك فيه كام، ولا ملامح وشك اللي انت مش راضي عنها ورايح تصغر مناخيرك وتنفخ مش عارف ايه ونعمل ايه اصل عيني مش عارفة مالها. اللي انت مش راضي عنها ده ربنا ما بيبصش عليها. ولا لبسك جايبه براند ايه ولا لابس ايه، ربنا بيبص جوه، جوه قلبك. طب القرآن الكريم اتكلم عن المعنى ده؟ ده القرآن كله بيدور حوالين المعنى ده. القرآن جاي عشان يكسر الأصنام، مش بس أصنام الحجارة، جه يكسر أصنام المظاهر والطبقية. تعالى كده نفتح المصحف سوا ونشوف ربنا بيقول ايه عن الفلوس والمظاهر مقابل القلب. ربنا بيقول في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أتقاكم، أتقاكم، حط تحتيها مليون خط. ربنا هنا ما قالش إن أكرمكم عند الله أغناكم ولا أجملكم ولا أكتركم نفوذا ولا عزوة ولا أكتر عدد، ولا قال أتقاكم. أتقاكم. والتقوى دي مكانها فين؟ الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لما اتسأل عن التقوى كان بيشاور على صدره ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فين؟ في قلبك، جواك. يعني فين؟ في القلب. إذا إن أكرم واحد عند ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب أنظف وأتقى قلب، حتى لو كان فقير مش لاقي ياكل. ودي كانت أول آية معانا، والمصحف مليان من يعني من الآيات الكريمات
اللي بتتكلم عن الموضوع ده، المصحف كله هتلاقي فيه آيات كتير قوي بتتكلم عن الموضوع ده. تعالوا نروح لقصة احنا بنقراها كل يوم جمعة، سورة الكهف. احنا كل يوم جمعة بنقرا سورة الكهف. كل المسلمين يعني إلا قليلا يعني بينسوا، ولكن احنا يوم الجمعة بنصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وبنقرأ سورة الكهف. بس ساعات بنمر عليها كده من غير ما نفهم عمقها. قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف. واحد ربنا فتح عليه واداله فلوس واداله جنتين اللي هم حديقتين كبار يعني، من أعظم ما يكونوا. فدخل في الكبرياء والمظاهر راح لصاحبه الفقير، وبدأ يتنطط عليه كده ويقيس الأمور بمقياس البشر. وربنا بيقول إن هو في الآية يعني الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان له ثمارا فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. نطط عليه من الآخر: أنا أحسن منك، أنا عندي كل حاجة، أنت عندك إيه يا فقير حقير؟ شايفين؟ ده مقياس المال والمظهر. طب ربنا عمل إيه؟ في لحظة، في لحظة الجنتين دول بقوا مش موجودين، الفلوس راحت والمظاهر اختفت، وصاحبه اللي كان قلبه مليان إيمان بالله هو اللي نجح في الاختبار. ربنا بيعلمنا هنا إن المال وسيلة مش مقياس لقيمتك عند ربنا سبحانه وتعالى. قصة تانية من سورة القصص، قصة قارون وقانون الفلوس. من أشد القصص اللي بتوضح إن ربنا لا ينظر للمال قصة قارون. قارون ده كان معاه فلوس لدرجة إن المفاتيح بتاعت الخزاين بتاعته كان بيشيلها مجموعة من الرجال الأقوياء. الناس في زمنه كانوا بينقسموا لفريقين زي زماننا بالظبط. الفريق الأول أصحاب مقياس المظاهر والمال، وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. كانوا بيتمنوا حظ قارون، يا بخته ده عنده شيء وشويات، يا ريتنا كنا أغنياء زيه. والفريق التاني أصحاب مقاييس القلوب والعلم، اللي قالوا: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. زي ما احنا بنقعد نتفرج دلوقتي على السوشيال ميديا ونقعد نتفرج على أصحاب العربيات واللي بيلبسوا حاجات من براندات غالية والبرفانات الغالية وبتاع، اللي هو يا بختهم، يا ريتنا كنا زيهم، وننسى أصحاب العلم اللي ما بنتفرجش عليهم. ربنا خسف بقارون وبداره الأرض، خسف بيه الأرض كده، خطت وجت، حطت عليه، شكله واتحط كده تحت الأرض. الفلوس نفعته؟ ما أنقذتهوش. الذهب ما شفعلوش، لأن قلبه كان مليان بالكبر والجحود. ربنا أثبت للبشرية كلها إن المال من غير قلب سليم هو طريق الهلاك، لا محالة هلاك. فكرتوا معايا ليه ربنا سبحانه وتعالى ساب كل حاجة واهتم بالقلب بس؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى مركز على القلب بس؟ لأن القلب ده هو الملك. لو الملك صالح جنوده هتبقى في الخير، لو الملك فاسد جنوده هتبقى في الشر. فالقلب ده لو الملك الصالح كل حاجة هتعملها في الخير، لو القلب ده قلب فاسد كل حاجة هتعملها في الشر. عشان كده في سورة الشعراء على لسان سيدنا إبراهيم كان بيدعي بيقول آية لازم تحفروها كده في عقلكم وتفتكروها دايما. كان بيدعي سيدنا إبراهيم ويقول: ولا تخزيني يوم يبعثون.
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا الله، الآية دي بتجاوب بالظبط على سؤال أبانوب بالملي. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إجابة سؤالك يا أبانوب، يوم القيامة لا المال هينفعك ولا الولاد ولا عزوتك ولا أهلك ولا فلوسك ولا لبسك ولا أي حاجة ولا تعليمك ولا شهادتك. مفيش حاجة هتنفعك غير عملة واحدة بس مقبولة. هي عملة واحدة في بنك الآخرة، هي دي اللي هتعرف تعدي بيها. ايه العملة دي؟ القلب السليم. والقلب السليم هو اللي خالي من الشرك، خالي من الغل، خالي من الحقد، خالي من الكبر والحسد والنفاق. المشكلة فين بقى؟ المشكلة إننا كبشر عكسنا الآية، بقينا بنعامل الناس حسب مظهرهم وفلوسهم. والواحد فينا لو دخل مكان وهو لابس لبس بسيط ممكن محدش يعبره ممكن محدش يرد عليه السلام أصلا. لكن لو داخل معاك عربية فظيعة مريعة ولابس ساعة براند الشيء الفلاني وماسك الأيفونية في إيدك، كل هيجري يخدمك كل. في نهاية الفيديو ده أنا حابة أوجه رسالة لكل واحد فينا. لو أنت ربنا موسع عليك ورزقك يعني واسع، اوعى تتغر، اوعى تفتكر إن ده دليل حب ربنا سبحانه وتعالى. ده اختبار. المال مال الله، اللي انت فيه ده اختبار. وشوف قلبك عامل ايه مع الغلابة ومع ربنا. لو انت بتمر بظروف مادية صعبة، ارفع راسك لفوق وطمن قلبك. قيمتك مش في جيوبك، قيمتك بنظافة قلبك. اتمنى الخير لكل اللي حواليك واسجد لربنا سبحانه وتعالى في نص الليل. ربنا شايف قلبك وشايف صبرك وشايف جهدك، وده عند ربنا سبحانه وتعالى بكل اللي انت شايفه قدامك ده. تعالوا من النهارده كده نعمل تمرين تطهير القلوب. قبل ما ننام كل يوم ننظف قلبنا، سامح الناس، شيل الحقد والحسد، وقول يا رب أنت لا تنظر لمالي ولا لشكلي، فجمل قلبي بالإيمان يا رب، جمل قلوبنا بالإيمان. بشكر جدا صديقنا أبانوب على السؤال الجميل جدا ده اللي خلانا ندردش دردشة دي. ومستنية منكم في التعليقات تقولوا لي ايه اكتر قصة او آية في القرآن بتحسوها بتطمن قلوبكم. ولو الدنيا ضغطت عليكم بمظاهرها، افتكروا ان ربنا ما بيبصش للمظهر. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايكات كتير، كومنتات كتير، شير على قد ما نقدر. واشوفكم في فيديو جديد ورحلة جديدة. دي مش نهاية الفيديو، دي بداية الرحلة، واشوفكم في رحلة جديدة ان شاء الله. اشوفكم بكل خير، ومستنية اسئلة حلوة زي دي كتير. اشوفكم على خير.